شنو هي الشخصية؟ Pictures of your children. Katrina did not. And not for long. It's gonna be cold. I'm great. الشخصية هي عبارة عن الخزين من الدفاعات والأدوات اللي تسمح لنا بالمحافظة على التوازن ما بين العالم الخارجي ما بين الانترنال درايفز، المحركات الداخلية. هي مجموعة السلوك والأفكار والمشاعر اللي تميز كل شخص عن شخص ثاني. كل شخص له بصمة من هاي الأمور، السلوك، الأفكار، المشاعر تميزه عن شخص ثاني. كل العالم هنا راح يتكون ما يسمى بصفات الشخصية الكبرى، واللي هي راح تستمر طول العمر وراح تكون نموذج شامل للحياة. شلون تتكون الشخصية؟ 3 عوامل أساسية تساعد في تكوين الشخصية. أولاً العامل الاجتماعي. العامل الاجتماعي عامل مهم جداً، ويتكون من العامل الثقافي، التربوي، الأعراف، التقاليد، الدين. 2 العامل العائلي، وهي طريقة تربية الطفل داخل العائلة. شلون يتربى الطفل داخل العائلة؟ هل يتلقى كمية كافية من الحنان والعاطفة والقوة والشجاعة والتطمين داخل العائلة أم لا؟ طبيعة العائلة، هل هي عائلة متماسكة تندر فاميلي، أو هي عائلة dysfunctional، عائلة مفككة؟ هنا راح تدخل في صلب تكوين الشخصية. هذا العامل الثاني. العامل الثالث هو العامل الجيني أو الوراثي. هذا العامل مهم جدا. أكو البعض يقولون عليه مو مهم، ما نعتبر، نقول بس العامل التربوي هو المهم. هذا غلط. العامل الجيني مهم جدا ويكاد يكون بأهمية العاملين السابقين. ليش؟ لأن العامل الجيني هو انتقال الصفات الجينية السلوكية والعاطفية والعقلية التفكيرية من جين إلى جين. هنا احنا خارج السيطرة. ببساطة الشخصية هي عبارة عن فعل ورد فعل، هي عبارة عن سلوك واستجابة سلوكية. وهنا راح تطلع الاختلافات. ليش؟ لأن كل شخص له خزين مختلف من المشاعر والسلوك والأفكار، يختلف عن الشخص الثاني. هنا راح يصير يا أما ماتشنج يا أما مس ماتشنج، راح تبدي الاختلافات. يعني عندنا أفكار، هاي الأفكار راح تخلق مشاعر، المشاعر راح تخلق سلوك، السلوك هو تصرفات. التصرفات إذا كانت طبيعية نقول عن الشخصية طبيعية. بس يعني شنو شخصية طبيعية؟ يعني شنو شخصية مو طبيعية؟ إذا شبهنا الأمر ببساطة، مثلا السكر أو الضغط، أكو معدلات طبيعية داخل الدم، إذا زادت أو قلت راح تصير الاختلالات أو الاضطرابات أو المشاكل. أما إذا ثبتت ضمن الرينج الطبيعي أو المعدل الطبيعي فما راح تصير أي مشكلة بالجسم. الشخصية كذلك نفس المبدأ، اكو رينج، اكو معدل يتراوح، فلكسبل مرن. هذا المعدل راح تتكون بالصفات الشخصية مرنة، وبالتالي راح تكون الشخصية طبيعية. اكو 2 أشياء تحدد انه هذه الشخصية طبيعية او غير طبيعية، او 2 أشياء تحدد الشخصية الطبيعية بصورة عامة، اللي هي الفلكسبيليتي والادابتيشن، المرونة والتكيف. المرونة والتكيف هي الصفات أو الميزات الأساسية للشخصية الطبيعية. يعني كل شخص ممكن يضحك، ممكن يعصب، ممكن ينعزل، ممكن يدخل بنوبة غضب شديدة، مو بس يعصب. ولكن ما نحكم عليه أنه شخصيته مو طبيعية، لأن هنا حسب الموقف ده يكون ردة الفعل أو السلوك. بزوال المؤثر راح يرجع الإنسان يكون ضمن النطاق الشخصية الطبيعية. والشيء الثاني هو وجود اضطراب نفسي، القلق، الوسواس القهري، الاكتئاب. أيضا راح يظهر السلوكيات الإنسان بطريقة غير طبيعية، راح يطلع الغضب، راح يطلع الضحك، أحيانا راح يطلع الانعزال، الشك وغيرها من الأمور، وراح يطول. ولكن ما نحكم عليه أنه شخص بشخصية غير طبيعية إذا زال المؤثر النفسي. إذا زال المؤثر النفسي راح ترجع الصفات الشخصية اللي تكون ضمن النطاق الطبيعي اللي حكينا عليه قبل شوية. الشخصية الطبيعية هي الشخصية اللي تتقبل الآراء. الشخصية الطبيعية هي الشخصية اللي ممكن تغضب، ممكن تشك، ممكن تنعزل، ولكن بزوال المؤثر راح ترجع إلى أن تكون ضمن الصفات الطبيعية للشخصية. هو الشخص اللي يلتجئ بالأخير إلى المنطق والحكمة والعقل في حل مشاكله وتجاوز الأزمات
الاجتماعية والمواقف الصادمة وغيرها. كل الصفات الشخصية للإنسان الجيدة منها والسيئة راح تخضع لمبدأ أساسي، وهو السوبر إيجو، الضمير، واللي هو أيضا يتكون من طفولة من 6 سنوات، راح يترافق ويا مراحل تكوين الشخصية، اللي راح يصقل شخصية أو يحدد شخصية كل إنسان بابتعاده عن الشيء الغلط وإقدامه على الشيء الصح مثل ما هو يشوفه، نتيجة التأثيرات اللي حكيناها قبل شوية، التأثيرات الاجتماعية، الدينية، الثقافية، وطريقة التربية بالعائلة. راح يتكون شيء اسمه الضمير. الضمير هو اللي راح يوجه الشخصية نحو الأحسن، هو اللي راح يرجع الصفات الغير طبيعية للشخصية إلى تكون صفات طبيعية، مثل ما قلنا أنه تتغير وتطلع عن الإطار الطبيعي أحيانا بمواقف أو باضطرابات نفسية. أكو 2 أشياء أساسية ذكرتها، اللي هي الفلكسبيليتي والأدابتيشن، المرونة والتكيف. هاي الأشياء هي جوهر أو مغذي الشخصية الطبيعية. الأدابتيشن هي قدرة الشخصية أو قدرة الإنسان على التأقلم مع كل الظروف، سواء كان ظروف قاسية وصعبة أو ظروف بسيطة أو ظروف متوسطة، مع وجود بعض الخسائر النفسية. ممكن تكون أكو خسائر نفسية، ولكن يرجع يكون ضمن النطاق الطبيعي. هذا الادابتيشن. الفلكسبيليتي هي المرونة في التعامل مع كافة شخصيات البشر. البشر عندهم هواية شخصيات وهواية طبائع شخصية، بالتالي التعامل مع هذه الصفات الشخصية راح يكون أحيانا صعب، وهذه الصعوبة راح تقتضي أنه أنا أكون فلكسبل أكثر أو مرن أكثر أو سياسي أكثر، على مود أقدر أتعامل مع كافة شخصيات البشر باختلاف أنواعها. كل الصفات الشخصية الرئيسية اللي حكينا عليها قبل شوية، وكل الصفات اللي يمارسها البشر أو السلوكيات بمختلف أنواعها الجيدة أو السيئة، إذا عبرت الحد الطبيعي من حيث الوقت، من حيث الاستمرارية، فهنا راح يتكون ما يسمى ب personality disorder، اضطراب الشخصية. إذا قلت عن الحد الطبيعي كذلك راح يصير أيضا اضطراب الشخصية. واضطراب الشخصية هو عبارة عن خلل في الفلكسبيليتي، المرونة، وخلل في التكيف في داخل شخصية الإنسان، بحيث يحس نفسه مختلف إما إيجابا أو سلبا عن الآخرين، وغالبا يكون الاختلاف سلبيا عن الآخرين. يعني ما يقدر يتكيف، ما يقدر يكون مرن في التعامل مع الآخرين على مدى مزمن. مثل ما قلت هنا احنا تحولنا من الشخصية الطبيعية إلى الشخصية الغير طبيعية أو اضطرابات الشخصية. واضطرابات الشخصية هي عبارة عن وجود خلل كبير في المرونة، خلل كبير في التأقلم أو التكيف مع الآخرين ومع الوضع المحيط. الشخصيات الغير طبيعية أو البيرسوناليتي ديس اوردر، اضطرابات الشخصية، هي عبارة عن ريجد أو شخصيات صلبة غير مرنة، شخصيات غالبا ما تكون انعزالية أو تكون شكاكة حسب نوع الشخصية. اكو هواية اضطرابات شخصية اللي احنا نسميها الشخصيات، وطبعا هاي التسمية عامة وغير صحيحة، هي اضطرابات شخصية. الشخصية القوية، الشخصية الضعيفة، الشخصية الحساسة، الشخصية الانعزالية، الشخصية غريبة الأطوار، الشخصية الاعتمادية، الشخصية الوسواسية القهرية، الشخصية المضادة للمجتمع، الشخصية الحافية والحدية، الشخصية العدوانية السلبية. كل هاي الشخصيات راح نتطرق لها بالحلقات القادمة. شيزويد بيرسوناليتي، الشخصية الانعزالية، راح أحكي عنها بالفيديو القادم. مع السلامة.